إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ماما، في بنت في القلعة. لا يا كسر، مش هنخترع تاني حكايات عجيبة. حقيقي يا ماما، أنا شفتها. تأليف تاني لا، بس خش البانيو. أنا شفت بنت في القلعة. شفتي؟ قلتلك. وركزت على اللي ضاع منك، عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعة. لازم تبقى مبتكر وقلبك جامد. لازم تجرب حاجات ممكن ما تنفعش، وما تسمحش لأي حد يحجمك ويتحجج بأصلك وفصلك. روحك هي اللي بتلهمك، ده مش تهريج. أي حد يطبخ، بس اللي قلبه جامد هيبقى عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا كده في أول الفيديو ندي جملتين تحفيزيتين أو تحفيزي عشان خاطر إن احنا نتشجع ونبدأ مع بعض الهمة والنشاط. إن شاء الله النهاردة كده هنمسح مع بعض البوتاجاز. أنا سبته لما توسخ شوية كده، وحبيت إن أنا أقول لكم على مكون واحد بس هيخلي بوتاجازك ينور. يعني بصي، ولا تقولي لي بقى حماتك تتريق عليكي، ولا اخت جوزك تتريق عليكي، ولا صاحبتك تيجي فجأة تلاقي بوتاجازك مش تمام. عايزة اقولك بصي بقى، يعني ولا هقولك ملح ليمون، ولا هقولك كربوناتو، ولا هقولك خل. يعني اقسي بقوة الليمون الوحيدة اللي تقضي على أصعب الدهون. يعني بجد بجد أنا جربت الأوكسي ده لقيته تحفة جدا. في الألمونيا تقيل، ريحته نفاذة جدا، في منه سايب ما تجيبيش السايب، والبريل كمان يا حبايب قلبي ما تجيبوش منه السايب. منتجات الصابون السايبة دي اللي هي بنص كيلو، والكيلو ده تأكدوا ان هي معمولة يدوي. في ناس عندها ضمير بتعملها، بس عمرها ما هتبقى زي الشركات. توقعي كده، انا جربت الاتنين. انا كنت الاول بجيب البريل، فقعدت ادور على بديل البريل ما لقيتش الا الاوكسي. صدقوني بقى، الازازه الواحده بتقعد معايا شهر وشهرين بجد. والله العظيم بجد، وليل ونهار بغسل الالمونيا وبلمعها بالاوكسي ده من غير ما اقول اي حاجه. والله 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 بتقعد معايا لحد اخر الشهر، وممكن يتبقى منها لانه تقيل جدا. تمام. وهي مش غالية زي البريل، هي ب16 جنيه أو ب17 جنيه في بعض المناطق. البريل دلوقتي بقت ب28 جنيه وب31 جنيه برضه في بعض المناطق. الأوكسي لقيتها ريحتها ليمون جامد جدا. اللمعان بتاع الاستانلس والألمونيا باستخدام الأوكسي حلو. بصي، ما تحطيش اي حاجة مع الاوكسي خالص، ولا تحطي خل، الخل هيفسد الصابون. ما تحطيش خل، ولا تحطي كربونات، ولا تحطي ملح ليمون. ما تحطيش اي حاجة مع الاوكسي ده، سواء هتغسلي ألمونيا، هتغسلي جرانيت، هتغسلي استانلس، هتغسلي حتى فخار بيه. ما تحطيش اي حاجة معاه. انتي اعملي زي ما انا عملت كده، حطيته على الاستانلس، دعكت كده من غير مية الاول. تمام، زي ما انتي شايفة كده معايا. وبعدين بعد ما سبته دقيقة بالظبط كده على البوتاجاز، بعد كده جبت شوية مية صغيرين، ربع كوباية مية، ووزعتها زي ما انتوا شايفين كده. بشوية المية الصغيرين دول شوفوا الرغوة اللي هتطلع من الأوكسي ده. شايفين؟ بصوا كده الرغوة بصراحة لمعان وريحة نفاذة جميلة جدا. ريحة الليمون لا يعلى عليها. أنا يعني كدينا بحب ريحة الليمون، البرتقان، الاستفندي. التلات روايح دول بصراحة بحسهم بيعملوا طاقة إيجابية في نفسيتي كده. أحس إن أنا قاعدة في غيط ريحته حاجة طازة كده. فالأوكسي بجد اكتشفت ان هو، ولا تقولولي بقى لهلوبة، ولا الاختراعات دي كلها، بجد بجد بيقضي على الدهون كويس. وجربته كمان في فرن البوتاجاز، بس للأسف انا ما صورتش والله وانا بعمل فرن البوتاجاز. فهصور لكم وانا بعمل بيه فرن البوتاجاز. ولا باور ولا ستريس. خدوا بالكم يا جماعة، عايزة أكد على معلومة أقسمت بالله العظيم. الباور، الاسترس، اللهلوبة، بس اللهلوبة مش زي الباور والسترس. الحاجات اللي هي بتترش دي زي الباور والسترس والكلام ده، بياكلوا الألمونيا والستانلس.
بتديكي لمعة في الأول، بس بعد كده بتاكل في الألمونيا والستانلس. وهي أصلا بتبقى تقيلة، والمادة بتاعتها حتى يعني بتترك أثر بعد كده على إيدك. تمام، تلاقيها مقشرة إيدك، مادة يعني فيها احتراق كده. فبصراحة ما حبيتش الباور والستريس قوي، يعني أنا عندي والله، لكن ما حبيتهمش، ركنتهم. في ناس بتشكر فيهم، انا جربت ده وجربت ده بصراحة لا. لكن البريل والاوكسي بصراحة حلوة قوي 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 في غسيل الألمونيا والستانلس والفخار. وكمان يعني بصوا يعني بيجيبوا من الآخر. عيون البوتاجاز همسكها دلوقتي كده، بس انا حطيت شوية اهو اوكسي على شوية الصابون عندي بتاع البريل المواعين، يعني حطيت 2 نوعين. تمام. بصوا انا عايزة اوريكم العيون كانت مسمرة كده، بصوا كده اللمعة اللي هيبقى فيها دلوقتي. دعكت كمان العيون في ثواني من غير مية سخنة. كل ده انا بعمل بمية باردة يا جماعة. اما اذا انت عندك بقى مواعين محروقة او استانلس محروق وكده، دفّي له مَيّة سخنة، يعني اعملي له مَيّة سخنة وحطّي العيون فيها. أنا دعكت على البارد عشان أوريكِ النتيجة، بس على البارد بتبقى عاملة إزاي. تمام، أهو هادعك أهو على البارد قدّامكم خالص، ولا وقّفت الكاميرا ولا حاجة والله العظيم. الأوكسي بُصّوا كمية الرغوة اللي طالعة منه غير الريحة نفسها، جرّبوه وبجد هتشكروني على الفكرة بتاعته. وموفّر جدًا، يعني هي نقطة واحدة فعلًا منه بتقضي على أصعب الدهون فعلًا. بُصّوا العين عاملة إزاي، يعني العين مسمرة شوية، مجرّد إن أنا بس هادعك الدعكة بُصّوا، شوفوا اللمعان اللي هيبقى موجود. كمية الرغوة دي دلال نجاح، يعني دليل على نجاح إن المادة دي فعالة والمادة دي جميلة. وكمان بعد ما هدعك البوتاجاز وهكحته يعني بالسلكة كده، يعني هي كحكة بسيطة، دعكة بسيطة يعني. مجرد بس ما هشيل الفوطة كده ولمع، شوفوا اللمعان اللي هيبقى على الاستانلس. انا بوتاجازي على طول بدعكه، بس شوفوا اما بتعمليه بالاوكسي ده او بالبريل بيبقى عامل ازاي. ولا تكلفة بقى ولا إهدار وقت ولا إهدار مال، يعني هي إزازة واحدة بتكفيكي عن أي حاجة. والله العظيم عملت بيه الفرن بتاع البوتاجاز بينور، بسم الله ما شاء الله وتبارك الله. يعني أنا بوتاجازي بحبه جدا، انتوا عارفين البوتاجاز القديم ما كنتش بصراحة بحبه، ولما ضرب قلت خير وبركة الحمد لله عشان أجدد وجوزي يرضى يجيب لي بوتاجاز جديد. فوالله بجد يعني فوائد قوم عند قوم بلاء، يعني فوائده. بصوا شايفين عين بقت تلمع ازاي، والله تحفة 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 تحفة. هدعك بقى العيون معاكم كده. تمام، بعد ما هدعك العيون هغسلها وانشفها في فوطة كويسة جدا. بصوا يا جماعة، اعملوا فوطة خاصة لعيون البوتاجاز وفوطة خاصة ان انتي تنشفي بيها البوتاجاز. يعني البوتاجاز ليه 2 فوطة او 2 قطعة قماش، او استعملي مناديل اللي هي بتاعت البوتاجاز اللي هي بتتغسل دي. تمام، او ممكن تستعملي مناديل كلينكس زي ما انا هوريكي في الاخر كده. لما اجي اغسل عيون البوتاجاز هاحط بصوا الفوطة، يعني أنا عاملة فوطة. بصوا بقى المسحة، وبعد المسحة البوتاجاز بينور ازاي، بسم الله ما شاء الله، والله والله أكبر. سموا الله كده يا جماعة وقولوا بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين اللمعة، والله بجد أنا بقولك هتدعيلي دعاء حلو، لأن أنا هوفر عليكي وقت ومال ومجهود. وبصي حاجة كده هتنورك لو انت بقى قاعدة في بيت عيلة كده، اول حاجة بيشوفوها عندك هو المطبخ، فالبوتاجاز هيبقى بيبرق بيلمع كده. مش شايفين البوتاجاز اهو بيلمع. انا كمان هجرب لكم الاوكسي على الالمونيا. انا جربته على الالمونيا، انا يعني حايده الالمونيا عندي يعني، حطاها في يعني في النيش من تحت. تمام، فحبيت ان انا اجرب الالمونيا، فجبت المونيا طبخت فيها وكده، واما لقيتها عملت لون معايا وكده، فروحت قلت لا خلاص انا هشيلها. اعمل بيها فيديو واستخدم الاوكسي برضو عليها، واوري للناس ان الاوكسي ده اللي هو قوة الليمون ده حلو، يعني بيجيب من الاخر، بيخلي الالمونيا
تنور، ولا تقولي لي بقى حطي خميرة على صابون ولا صابون بلدي قطعيه ولا فيش الكلام. خلاص وداعا 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 لكل ده، وداعا يعني. كل ده خلاص بقت موضة قديمة زي ما بيقولوها كده، ولا ملح ليمون ولا كربوناتو ولا دقيق خلاص قضى على كل حاجة. يعني البوتاجاز بصوا بقى المناديل اهي كلينكس. باجيب المنديل كده، لان في ناس يعني ممكن ما تكونش بتستخدم المناديل اللي هي الورقية اللي بتتغسل، بتجيب مناديل عادية. تمام، هتمسكيها كده وزي ما انا ما عملت كده تكوريها كده تكويرة صغيرة، وهتحطيها جوه عيون البوتاجاز عشان تنشف المية اهي. هتنشفي بس المية، تمام، تأكدي ان المية نشفت كويس. وفي معلومة بقى، بعد كل غسلة ضروري ضروري ان انتي تفتحي عيون البوتاجاز وتشغلي النار وتسيبيها شغالة لمدة دقيقتين بالظبط. ليه بقى؟ علشان النار بتاعتك ما تقلش، او عشان النار بتاعتك تفضل النار حامية وعالية ومحافظة على نفسها زي ما انا وريتك كده. انا